البلوجر نانسي ياسر خربت الدنيا مع جوز امها ومش هاممها حد. بوس واحضان وحاجات غريبة. من كام يوم كان كاتب كتابها والفيديوهات من ساعتها انتشرت بطريقة رهيبة بسبب اللي عملته مع جوز امها. تعالوا بينا نفصص الموضوع ونحكي لكم قصة البلوجر نانسي ياسر مع جوز امها من البداية. من فترة اتفاجئنا كلنا بالبلوجر المصرية نانسي ياسر لما بدأت تظهر مع جوز امها في فيديوهات على التيك توك، وكان بيعمل معاها حاجات غريبة، بوس واحضان واحيانا كان بيلمس مناطق حساسة في جسمها. وقتها حصل هجوم رهيب عليهم، بس هم طلعوا وردوا على الهجوم ده بشكل مش كل الناس اقتنعت بيه. نانسي قالت وقتها ان هو اللي رباني، والاب المفروض اللي يكون ربه مش اللي اسمه مكتوب في شهادة الميلاد. واللي زود المشكلة اكبر ان امها خرجت وقالت ما فيهاش حاجة لما جوز امها يبوسها، البوس ولا عيب ولا حرام. حصل وقتها حاجات كتير والناس بطلت تتكلم في الموضوع لحد اللي حصل في كتب الكتاب من كام يوم. نانسي في كتب كتابها حضنت جوز امها بطريقة مستفزة جدا خلت كل الناس ترجع تهاجمها تاني، والمشكلة هنا كانت خطيبها اللي بقى جوزها وكان واقف وموافق على اللي بيحصل ده. نانسي حضنت وباست جوز امها ورقصت معاه في كتب الكتاب قدام جوزها اللي لسه مكتوب كتابه عليها من مفيش، كأنها بتقول انا هكمل في اللي بعمله ومش هاممني حد، وهطلع ترند، يعني هطلع ترند حتى لو كانت بحاجة مش أخلاقية. نانسي وقت الترند الأولاني خرجت بفيديو وقالت مامي غيرانة مني مع إني بعتبره أبويا، وساعتها كلامها ده أثار الجدل وعرضها للانتقاد من الجمهور. فيديوهات نانسي مع جوز أمها اللي أغلبها في حضنه خلت كتير من الجمهور غضبان جدا، واعتبروا إن فيديوهاتها تعتبر أعمال منافية للآداب، وطالبوا إنهم لازم يتقبض عليهم ويتعاقبوا زي اللي حصل مع حنين حسام. البلوجر نانسي ياسر ردت على الانتقادات وقتها وقالت الناس تفكيرها غلط، انا اتفاجئت برد فعل الجمهور وانه كان تفكيره بالشكل ده. الشخص اللي طلع معايا في الفيديو ده جوز والدتي، وانا بعتبره في مقام والدي وبحبه جدا علشان هو حنين عليا انا واخويا بعد ما امي انفصلت عن ابويا واتجوزته، وانا بحس معاه بالابوة اللي انا اتحرمت منها. ومش بس كده، دي قالت كمان حسيت بحزن شديد لما شفت رد الجمهور وطريقة تفكيرهم، انا كان قصدي من نشر الفيديو ان ماما غيرانة مني بسبب حب جوزها ليا بالرغم ان هو مش بابا، بس انا حسيت معاه بالابوة وكنت عايزة اوصل للناس ان مش كل ازواج الامهات وحشين. بس الناس خدت الفيديو لمسار تاني خالص غير صحيح تماما، وهو كمان بيعتبرني بنته وكان مبسوط بنجاحي على التيك توك. نانسي ياسر مش أول بلوجر تثير غضب الجمهور بسبب فيديوهاتها اللي اعتبرها الجمهور منافية للآداب. الموضوع بدأ بحنين حسام ومودة الأدهم، وفعلا اتقبض عليهم واتحكم عليهم علشان ياخدوا جزائهم، وأنوش وزياد وهبة اللي لحد دلوقتي محاكمتهم مستمرة علشان ياخدوا عقابهم بسبب الفيديوهات اللي نشروها واللي بتحرض على الفسق والفجور. وفي نهاية الفيديو انت هتنتهي ظاهرة المحتوى الخارج اللي انتشرت كتير الفترة اللي فاتت علشان الفلوس.